السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله كله بخير. وياكم ياس من قناة ابل العراق. طبعا مثل الكل يعرف البارحة كان مؤتمر ابل، وبدوري حنختصر لكم شنو صار بالمؤتمر. هو اختصار ل2 ساعة طول المؤتمر ب10 دقائق او اكثر بشوية. طبعا المؤتمر من بدايته لنهايته حلو وابداع ابل مستمر. مديو الوحش ايباد برو الاكثر من رائع. قياس الشاشة 12.9 انش ضعف ايباد اير. يدعم البصمة. سرعة المعالج A9X واللي ياسر معالجات أجهزة الكمبيوتر. ميزة تقسيم الشاشة إلى نصفين لتشغيل تطبيقين بوقت واحد. الميزة الخامسة لأول مرة قلم ذكي بسعر $99 اسمه أبل بنسل، ولأول مرة يجي ب4 سماعات ستيرو. كاميرا بدقة 8 ميجا بكسل. سرعة واي فاي تصل إلى 150 ميجا بايت بالثانية. غطاء ذكي مع كيبورد. هم سعره من أمريكا، يعني مو سعر الوطن العربي، من أمريكا $799. أما جهاز أبل تي في الشي رهيب وكلش عجبني الجهاز الجديد. معالج 64 بت من نوع AF، وخاصية البلوتوث وخاصية واي فاي. أما خاصية اي ريكفر، لأول مرة يدعم تحميل التطبيقات والألعاب من الأب ستور. ميزة اللعب المزدوج والفردي. ميزة الشراء أونلاين ملابس وغيرها. جهاز تحكم ريبوت يدعم اللمس. يدعم التحكم الصوتي سيري مع الترجمة الفورية. ذاكرة 64 بسعر $199. ذاكرة 32 بسعر $149. أما ساعة أبل واتش الرهيبة سعر زيادة بسرعة المعالج X2. تنوع في عدة ألوان الأحزمة. طرح 3 موديلات جديدة. الأحزمة الجديدة بشكل شي حيل عجبني. وهمت إضافة تطبيق جو برو وآي تراك الملاحظ، وإضافة نظام صحة طبي لفحص نبضات القلب عن بعد. إمكانية تتبع الحركات والمسارات عبر الكاميرا. سعر الساعة بنفس سعر السابق. وأخيرا يجي الجهاز آيفون 6s بلس وآيفون 6s. معالج بقوة i9 زيادة بنسبة 90% عن الايفون السابق. كاميرا امامية بدقة 5 ميجا بكسل. كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل. وهمات دقة مع تصوير الفيديو 4K، يعني دقة حيكون كلش ابداع وكلش راقية. الكاميرا حتصير 4 اضعاف الكاميرا السابقة. لأول مرة نظام 3D تاتش للضغط المطول والقصير. لأول مرة لون زهري للآيفون، وخاصية واي فاي أقوى بضعفين المرة السابقة، تصل إلى 898 ميجا بالثانية. شاشة الجهاز تدعم تصوير فلاش لصور السيلفي. ميزة لايف فوتو لأخذ صور متحركة. زر البصمة أسرع مرتين عن السابق. وهمات حماية الشاشة بشكل أقوى من السابق. يبدأ بسعر بأمريكا آيفون 6s 16 جيجا بايت $199. 64 جيجا بايت $299. و128 جيجا بايت $399. طبعا هاي الأسعار بأمريكا مو الأسعار يمنا، وهاي الأجهزة المقفولة على السيم كارد. يعني هنا يجي سعرها أكثر بشوية، يصل في $600 أو $800. بس بالبداية حيكون سعره كلش غالي، بعدين ورا شهرين حينزل سعره بشكل رهيب. ايفون 6s بلس 16 جيجا $299. 64 جيجا $399. اما 128 جيجا $499. اما اخبار تحديثات للاي او اس iOS 9 وهمات iOS 9 بيتا 1. اما الاجهزة ماك راح يتوفر نظام يكبن حسب ما هيجي يعني في يوم 30/9. هم اطلاق تحديث جديد للغة البرمجة اكس كود. وهمت اسعار مساحة الاي كلاود صارت مساحة اكثر قوامة بسعر اقل، مثلا 50 جيجا بسعر 99 سنت. 1 تيرا $9.99، يعني 1 تيرا يعني 1000 جيجا. نصائح حبيت انصحكم بيها. لا تشتري الايفون 16 جيجا لان ميزة تصوير 4K عالية الدقة راح تستهلك مساحة هواية، يعني ما راح تعطيك مساحة انه حتسجل فيديوهات هواية وصور هواية. همات الالعاب كلها تقريبا راح تبدأ تزيد مساحتها لان صارت مواصفات الجهاز قوية. وان شاء الله اكون غطيت على كل شيء واستفادتوا من المؤتمر، وان شاء الله الكل ياخذ الجهاز جديد. وهذا كل المؤتمر غطينا
أقل من 10 دقائق. ووصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو سوينا لايك، وإذا كان عندك استفسار أو معلومة تزيدها علينا بالفيديو حطها بتعليق. واذا كنت ما مشترك بقناتنا سوي اشتراك. وهم اذا عندك استفسار او سريع اتصل بالدعم الفني الخاص بأبل العراق من داخل العراق وخارج العراق. طلعت هسه الارقام بالشاشه. هم زورونا موقعنا بالوصف او زورنا موقعنا ابل العراق .net. وها وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم ياسر من قناه ابل العراق. تقبل تحياتي، مع السلامه.